ما زلت في دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. ما زلت مثل وردة الربيع وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا إريتريا. هذا البرنامج يختص بقضايا إريتريا ويختص بمناقشة ما فيه مصلحة الإريتريين خاصة والمسلمين عامة. اليوم سنناقش قضية الهجرة النبوية، متى بدأت وكيف بدأت، ومن الذي أرخ للسيرة النبوية، ولماذا اختص السيرة النبوية بالذات الهجرة النبوية المباركة، وهل هاجر غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أجل الله تبارك وتعالى وفي دين الله. كل ذلك سنناقشه اليوم إن شاء الله تعالى مع مشايخنا الكرام، الدكتور حسن سلمان الداعية المعروف، وكذلك الشيخ عبد العزيز عطا، والدكتور صالح بيان خارج الاستديو. باسمكم جميعا أرحب بمشايخي وأساتذتي في هذه الحلقة الدسمة التي حوت مجموعة كبيرة من هؤلاء الفضلاء إن شاء الله تعالى. وهذه أيضا من بركة هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا النبي المبارك. إذا كان الله عز وجل يقول في نبينا عيسى: وجعلني مباركا أينما كنت، فإن بركة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيا وميتا هي أوسع بركة بلا شك. هاجر نبينا إبراهيم عليه السلام، وهاجر نبينا لوط عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكذلك هاجر خائفا موسى عليه السلام كليم الله، خرج مهاجرا خائفا من بطش فرعون. فقد هاجر الأنبياء والرسل، وهاجر نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كلهم فرارا بدينهم. وقد كانت قصة هجرة النبي عليه الصلاة والسلام هو يمر من مكة باتجاه المدينة المنورة ويأخذ معه خريتا، كانت حقيقة يعني قصص وعبر عظيمة، في حين أن الله سبحانه وتعالى قادر أن يأخذ نبيه في لحظة واحدة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. ولكن لما كانت الهجرة تتكرر وكانت أيضا تعاد مرات وكرات إلى قيام الساعة، هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كما يهاجر أي شخص. لا أريد أن أستفرد بهذه المعلومات لوحدي، فالمشايخ قادمون ونحن متشوقون إلى سماع حديثهم. شيخ حسن سلمان، أبدأ بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. تعريف الهجرة النبوية من منظور اللغة، ثم اصطلاحا، ثم تخصيص هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك لماذا كانت البداية بشهر محرم، ومن الذي أرخ لهذه الهجرة النبوية. الميكروفون معكم. أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن مفهوم الهجرة من حيث اللغة هو يعني الانتقال من مكان إلى مكان أو من ديار إلى ديار، وتعني أحيانا جانبا معنويا كأن يكون هنالك هجرا قلبيا، أن يهجر الإنسان إنسانا آخر فيقال هجره، فتعني خلاف الوصل، فالوصل شيء والهجر شيء آخر، يعني نقيض تقريبا.
وهنالك أيضا ما يمكن أن نعتبره نوع من القطيعة اللسانية والقطيعة البدنية يعني من حيث القطيعة قد تأخذ أشكال، لكن كلها تدور حول معنى المفارقة، مفارقة الإنسان أو مفارقة الأوطان. فقد يهجر الإنسان إنسانه وهو معه في المكان ومعه في المنطقة، وقد يهجر الإنسان وطنه بحيث يفارق. فالمعنى الأساسي الذي تدور حوله كلمة الهجر هو المفارقة، فالذي يفارق ديارا إلى ديار أخرى يسمى مهاجر أو هاجرة. هذا من حيث اللغة، يعني المعاني تقريبا تدور في هذا الجانب. وبعد ذلك تأتي عملية الاستخدامات وفق كل علم، فتجد أن العلوم التجارية تستخدمها في هجرة الأموال، والعلوم السكانية تستخدمها في هجرة الهجرات البشرية من مكان إلى مكان. على كل هي تختلف لكن كلها ستلاحظ بأنها تدور حول معنى المفارقة، بمعنى أن شخصا يفارق مكانا أو مالا يفارق مكانا أو شعبا يفارق مكانا إلى مكان آخر. هذا من حيث اللغة. بطبيعة الحال المعاني الشرعية بطبيعتها إما أنها توسع في المفهوم أو أنها تضيق في المفهوم. يعني قد تزيد هذا المعنى أو قد تضيق فيه. فمثلا نلاحظ الصلاة مثلا في اللغة تعني الدعاء، ولكن في الشريعة هو دعاء خاص، دعاء خاص ليس مطلق الدعاء. كذلك هنا في معنى الهجر أو في معنى الهجرة تخصص كذلك الشريعة هذا المعنى، فلا تجعل مطلق الهجر للديار هو معنى شرعيا، بل تجعله معنى منضبطا، فتقول الهجرة هي مفارقة ديار الإسلام إلى ديار الكفر بقصد معين. العكس، مفارقة ديار الكفر إلى ديار الإسلام. أو يمكن أن تكون أيضا مفارقة ديار الخوف إلى ديار العدل، فالأمرين معا. مثلا نلاحظ أن هجرة الحبشة كانت هجرة من ديار الكفر إلى ديار كفر، ولكنها كانت هجرة من ديار خوف وبطش وتنكيل إلى ديار عدل وأمان. نقول من ديار الظلم إلى ديار العدل. نعم. فكلا المعنيين صحيح. فقد تكون الهجرة هنالك دار للإسلام فيقوم المسلم يفارق ديار الكفر ليكون مع إخوانه من أهل الإسلام. نعم. هذه قمة أنواع فإن كانت ديار الإسلام ظالمة، فإن كانت ديار الإسلام نفسها ظالمة، نعم. وهنالك ديار أخرى يتوفر للإنسان فيها نوع من العدل وهي ديار الكفر. نعم. فعلى كل هنا المسألة تحتاج إلى دراسة دقيقة فيما يتعلق بالانتقال. تمام. يعني هل فعلا لدرجة أنك تمنع من شعائر الإسلام الظاهرة، تمنع من الصلاة والصيام، يعني هذه الشعائر العامة، أم أن هذا المنع لا يتعلق بالشعائر الكبرى ولكن يتعلق بأمور أخرى مثل حركة الإنسان وحريته وكذا، ولكنه يجدها في ديار الكفر ولكن تضيق عليه مساحة الشعائر. فهنا الحساب لا بد أن يكون حساب دقيق في مسألة الانتقال بالذات من أرض الإسلام الظالمة إلى أرض الكفر التي تسمى أرض عادلة. معناه يعمل توازن، لا بد من توازن بين نعم. أنه إذا هاجر إلى بلاد الكفر وتكون هناك مثلا يعني خسائر كبيرة في أبنائه، في زوجاته، في أهل بيته، خسائر، في حين قد هو يأمن على نفسه نعم. من البطش والظلم والسجن الذي يجده في بلاد المسلمين مع الأسف. صحيح. هنا آمن على نفسه ولكنه أضاع دينه. نعم. وهناك ضيع نفسه وآمن على هناك يجب أن يكون. فعلى كل المسألة تحتاج إلى حساب دقيق، لا يصعب أن نصدر فيها كلاما عاما، لكن تحتاج إلى دقة. ويفترض أيضا أن يستفتى أهل العلم في بلد معين الذين هم يعرفون تفاصيل كثير من القضايا في كل بلد، حتى يستطيع الإنسان إن شاء الله أن يأمن على مواقفه ولكن نعود إلى الخلاصة شيخ حسن. نعم. فهذا من حيث التعريف الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام أو من ديار الظلم إلى ديار العدل والأمان. يا سلام. وينطبق التعريف على الهجرتين، هجرة الحبشة وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فبالنسبة لهجرة الصحابة إلى المدينة هي هجرة إلى ديار الإسلام. هجرتهم إلى الحبشة كانت هجرة إلى ديار العدل وكلها وردت على سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، كلها سبحان الله وردت في صيغة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من حيث التعريف. قضية من هو الذي أرخ لهذا الموضوع؟ طبعا الصحابة رضوان الله عليهم بعد أن أقاموا دولتهم وعاشوا في ظلال حكومة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودولته عليه الصلاة والسلام، بعد وفاته ووفاة أبي بكر بدأ عمر، وعمر طبعا إنجاز التعبير هو رائد فكرة التدوين في الدولة، فكرة المؤسسات في الدولة، الكتابة في الدولة، هذه تقريبا بدت مع عمر رضي الله عنه. بدأ الصحابة يتشاورون في خلاص الأمر يحتاج إلى تأريخ،
نريد أن ندون، نريد أن لأنه هذه منطقة الحضارة هكذا، إنه من غير تدوين تضيع فالتفتوا فبدأوا يتشاورون ما هو التاريخ الأمثل. وفعلا أنت الآن لو قديما كيف كانوا يؤرخون شيخ حسن؟ يعني مثلا يؤرخون بالحوادث. فمثلا عندك عام الفيل هذا عام فاصل الذي ولد فيه مثلا، يقولون عام قبله عام بعده. ميلاد المسيح مثلا فترة المسيح ما قبلها وما بعدها، قبل الميلاد بعد الميلاد، كانت هكذا على كلنا. فمنهم من كان يؤرخ مثلا بالجوانب الشمسية الحساب الشمسي، ومنهم من كان يؤرخ بالحساب القمري. الحساب القمري. فعلى كل تشاور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ووجدوا سبحان الله عمر الملهم رأى أن أفضل ما يمكن أن يؤرخ به في دولة الإسلام هو هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لم يؤرخوا بالبعثة النبوية يا شيخنا؟ بعث النبي عليه الصلاة والسلام على رأس 40 سنة. أو الميلاد. أو الميلاد. أي ميلاد إيش؟ ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف. فيه خلاف متى ولد بالضبط، فيه خلاف، ولكن لم يكن هناك خلاف متى أنزل عليه الوحي. نعم، هذا حقيقة من عميق فقه الصحابة رضوان الله عليهم في أن يؤرخوا بالهجرة النبوية. سبحان الله، في علوم الحضارات ينظرون إلى النقطة الفاصلة في الحضارة، متى بدأت هذه الحضارة من الانتقال من بالنظر إلى الحضارة، نظر إلى الحضارة ينظر إليها مثلا حالة الانتقال الفاصلة من الاستضعاف إلى التمكين في أي مرحلة. لو أرخت بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح له دلالة وله فعلا بداية وكذا، لكنه يمكن أن تكون هنالك رسالات تنتهي بالاستضعاف ولا تصل إلى منطقة الدولة والتمكين. فكانت الهجرة هي عبارة عن نقطة دخول الأمة في منطقة التمكين، يعني دخلوا في مرحلة الدولة، مرحلة تطبيق الأحكام الشرعية بكليتها، فبالتالي خرجنا من دوائر الاستضعاف والملاحقة والتشريد إلى منطقة القوة. فهنا بدأت الدولة وبدأت ما يسمى بالحضارة. فالحضارة الإسلامية لو أردت أن تؤرخ لها كحضارة بدأت من لحظة الهجرة. خلاص صار النبي صلى الله عليه وسلم حاكما للدولة، حاكما للمجتمع. مسائل كثيرة متعلقة بهذا الخصوص، ويعني طرح جميل، لكن أجدني مضطرا أن يعني أنتقل إلى الشيخ عبد العزيز في نقطة قوله تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار يقول لصاحبه لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. ما قصة الخروج ومن هما الاثنين؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أول أمر، إنه من الشرف العظيم لنا أن نتكلم عن سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين الحسنات. آمين. ثم كما ذكر شيخي الدكتور حسن أن الهجرة هذه حدث عظيم، تغيير تاريخي أو مبدأ الحضارة من الضعف إلى القوة. بعد ذلك الأمة الإسلامية بدأت تتقوى حتى ملكت معظم الأرض. فهذه القصة هنا أيضا إشارة، طالما بدأتم بهذا المقدمة شيخ عبد العزيز، هنا إشارة أن غالب التمكين يأتي بعد الهجرة. نعم، غالب التمكين، وهذا ربما لو استدللنا به أيضا في قوله تبارك ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. نعم. وهذا لأنه ترك مكان الاستضعاف. الحضارات كما استفدت. صحيح. نعم، ولأنه ترك مكان الاستضعاف إن مكان القوة. أيوة، لأنك أنت تجد الآن حينما يجد الإنسان يجلس في مكان الاستضعاف يظن أن الأرض كلها هي هذه. نعم. فإذا خرج وجد سعة ورزقا وقوة وأمورا كثيرة تختلف عما كان يعتقدها. فقصته عليه الصلاة والسلام حينما أراد أن يخرج، أول أمر سمعت أحد الدكاترة يتكلم في هذه القصة، أول ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم اختار البطانة. كيف اختار البطانة؟ اختار صاحبه عليه الصلاة والسلام، صاحبه الذي سيصحبه ليكون أمين سره ومرافقه في هذا الأمر الجلل. تقول عائشة رضي الله عنها كما ذكر ابن إسحاق في سيرته: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتينا في الغداة أو في العشي كل يوم، ما يمر يوما إلا يأتينا، إلا ذلك اليوم الذي أذن فيه بالهجرة
فجاءنا في وقت لم يكن يأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم، فطرق الباب فدخل، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعمر أبو بكر رضي الله عنه حينما رآه قال النبي بأبي وأمي لم يأتي إلا لأمر ما، لأنه لم يكن يأتي في هذه الساعة. فدخل فقام له أبو بكر رضي الله عنه وجلس مكانه في السرير على السرير، ثم قال يا أبا بكر أخرج من عندك. وكانت عنده أسماء بنت أبي بكر وعائشة رضي الله عنهما، فقال يا رسول الله إنهما ابنتاي، ما عندنا أحد يفشي السر، إنهما أهلك وابنتاي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة أو الخروج أن الله سبحانه وتعالى أذن له بأن يهاجر ويخرج عليه الصلاة والسلام. فقال النبي فقال أبو بكر رضي الله عنه الصحبة يا رسول الله، فقال أنت صاحبي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فبكى. فتقول عائشة ما كنت أعلم أن الإنسان يبكي من شدة الفرح كما يبكي من الحزن إلا حينما رأيت أبا بكر بكى في هذا الموقف رضي الله عنه. وقال له أبو بكر إنني أعددت لذلك راحلتين. فأبو بكر كان يشعر أنه رفيق النبي صلى الله عليه وسلم، فأعد لهذا الموقف راحلتين. ثم استأجر الخريت عبد الله بن أريقط وسلماه الجملين ليرعاهما حتى يقوم أو يذهب إلى المدينة أو للهجرة. وكان مما فعل عليه الصلاة والسلام أنه اشترك في هذه المسألة أولهما طبعا أبو بكر، ثم آل بيت أبي بكر. عبد الله بن أبي بكر كان يتسمع للأخبار طوال وقته في مكة، ثم يذهب إلى الغار فيخبرهما بما حدث وما تخطط له قريش. عبد الله بن أريقط هذا أخذوه ليدلهم على الطريق، لأنهم لا يعرفونه، طريقا مختصرا آخر حتى يعموا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلك الطريق المعتاد حتى لا يلحق به كفار قريش. وعامر بن فهيرة ليعمي أو ليفيدهما من الغنم، كان يرعى الغنم ويضلل الناس حتى إذا جاءت أسماء أو جاء عبد الله ليخبرهما فيأتي بالغنم تمشي خلفهم حتى تخفي آثار أقدامهم. ثم أسماء بنت أبي بكر كانت تأتي بالطعام لهما عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهما. يعني كان أبو بكر مسخر نفسه وماله أو أبناءه بل حتى مواليه في خدمة الإسلام والمسلمين عليه الصلاة، كل شيء رضي الله عنه، كل ما وهكذا كان أبو بكر رضي الله عنه ولذلك سباقا يعني بكى من أجل هذا الشرف العظيم. نعم. الذي هو الصحبة مع أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، وأمر لا يتكرر أبدا. نعم. أمر لا يتكرر أبدا. نعم. إلى قيام الساعة، فاصطفاه الله سبحانه وتعالى. وهنا بقي لنا شخص أيوة نسيناه وهو علي بن أبي طالب. فالذين علموا بالهجرة غير النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وآل أبي بكر وعامر بن فهيرة وعبد الله بن أريقط. فعلي بن أبي طالب جعله النبي صلى الله عليه وسلم مكانه لينام على فراشه. أول شيء يعمي على قريش حتى تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال نائما حينما خرج من بيته عليه الصلاة والسلام. وثاني شيء، وهذه عملية فدائية من علي. أيوة نعم، عملية فدائية ربما كانت تدخل قريش وتقتله مباشرة فورا. صحيح. نعم. وأمر آخر هو تسليم الأمانات إلى أصحابها، وهذا أيضا كما كان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الأمين، فترك الأمانات مع علي وعرضه للخطر ليؤدي تلك الأمانات. فحينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الناس تضيع الأمانات لأتفه الأسباب، ولا حول ولا قوة لأتفه الأسباب. الناس أن أمانات مشركين يعني
مع انه امانات وهذه أمانات مشركين. نعم. وهذه أمانات هناك من مشركين. يستحل يقول لك هذه أموال الكفار لا حول ولا قوة. فيستحل أموالهم صح. ويضحك عليهم أو يغشهم ويقول لك هذه أموال الكفار. وهنا لدينا درس نحن أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم المشركين مكانة عظيمة، دين أمانة. نعم صحيح. نعم. وهكذا كما ذكر الشيخ برهان بعض الذين لا فقه لهم يفعلون ذلك في بلاد طيب الغرب. بقيت نقطة معنا شيخ عبد العزيز. نعم. لماذا النبي عليه الصلاة والسلام اختار عبد الله بن أريقط من بني الديل رغم أنه مشركا؟ هذا الرجل أول شيء اختير هذا الرجل لعلمه بالطرقات. كان خريت يسموه، خريت معناه خبير بالطرقات، دليل. لأنهم لم يخرجوا من الطريق المعتادة، لأنه لو خرجوا من الطريق المعتادة لحقتهم قريش، وهي تعلم قريش. وهذه الحادثة حدثت بعد ماذا؟ بعد البيعة الثانية التي كانت في الحج. صحيح. وهذه مما ذكروها من أسباب التي ذكروها بسبب تاريخ. لماذا بدأوا من المحرم ولم يبدأوا من ربيع؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر في ربيع الأول. صحيح. فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت بيعته للصحابة الأنصار في ذي الحجة، وكان بداية الهم للهجرة والاستعداد له من محرم. نعم. فصادف أن يكون هذا التاريخ يبدأ من ذلك الشهر من المحرم. وهكذا استأجروا هذا الرجل الخريت ليأخذهم من أماكن وضلل قريشا. وعلى هذا يجوز للمسلمين الاستعانة ببعض من ليس بمسلم في بعض القضايا التي لا يعلمها المسلمون. لا شك، لا شك. بشرط الأمانة والثقة. نعم. بشرط الأمانة والثقة. وكانت العرب قديما نعم. يعني إذا أخذ عليها العهد والمواثيق نعم. لا ينقضون أبدا. وهذا الرجل أخذوا عليه العهد والمواثيق. نعم صحيح. وأخذ نبي الأمة يجره يعني يهديه إلى الطريق الصحيح، مع أن قريش الكافرة تأتمر به إلا أن يكون في أمر جلل ربما يضير بالمسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه ذلك الرجل يريد أن يجاهد معه، فقال هل تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال لا. قال ارجع فإنا لا نستعين بمشرك. نعم. أحسنت شيخ عبد العزيز. نعم. طيب الدكتور بيان، تأخرنا عليك. أولا نجدد الترحيب بك، أهلا وسهلا ومرحبا. واستمتعنا إلى حديث الشيخين الجليلين الشيخ الدكتور حسن والشيخ عبد العزيز عطا. هجرة النبي عليه الصلاة والسلام أول الهجرات الإسلامية من مكة. هل هناك، أولا نريد أن تحدثنا عن الهجرة عموما، يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام نزل أوامر الهجرة من رب العالمين أن يهاجر الصحابة من مكة إلى المدينة المنورة. حكم هذه الهجرة ومتى انتهت؟ ثم هل سبقتها هجر أخرى أو هجرات أخرى أم لا؟ حدثنا عن هذا الموضوع، وخصوصا أن لديكم كتاب اسمه الدعوة الإسلامية، أنتم تطرقتم شيخ بيان حول هذا في كتابكم المميز يعني الذي حقيقة طبع حديثا واستفدنا منه كثيرا، يعني كتب الله لكم الأجر والثواب. ونريد مزيدا من المؤلفات المباركة دكتور بيان حفظكم الله ورعاكم، أنتم فخر للإسلام والمسلمين عامة وللإريتريين خاصة. نفع الله بكم. جزاكم الله خير، وشكر الله لكم وشكر لكم استضافتكم. وأيضا أحيي المشايخ الفضلاء الذين بجانبك الدكتور حسن والشيخ عبد العزيز. حيا الله الجميع وحيا الله كل المشاهدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذه الأوقات وأن يجعلها نافعة لنا. بالنسبة للهجرة النبوية، النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كانت هجرات قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم هجرات في سبيل الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر صحابته عندما اشتد بهم الأذى أن يهاجروا إلى الحبشة، لأن هناك ملك لا يظلم عنده أحد، لأن قريش في ذلك الوقت اشتد عداؤها لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولمن اتبع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الصحابة، فآذتهما أذى شديدا في أنفسهم وفي أموالهم وفي أهليهم.
فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أذن لهم، وذلك كذا بوحي من الله سبحانه وتعالى، أن يهاجروا في سبيل الله وتكون هجرتهم إلى الحبشة حتى يأمنوا على دينهم ويؤدوا شعائر دينهم في يسر وسهولة، وأيضا لا يكون عليهم أي ضغوط تفتنهم عن دينهم. هذه الهجرة كانت مرتين، يعني هاجروا دفعة أولى ودفعة ثانية، وكلاهما كان إلى أرض الحبشة، لأن أرض الحبشة تميزت في ذلك الوقت بوجود ملك لا يظلم عنده أحد. وقد ثبت ذلك عندما حاولت قريش استرداد الصحابة من الحبشة، فأرسلت عمرو بن العاص ورفيقه ليستردوا الصحابة رضوان الله عليهم بأنهم خوارج وخرجوا وصبأوا عن دين أهلهم ودين وطنهم، وطالبوا باستعادتهم وتسليمهم إليهم، وأرسلوا وفدا ومعه الهدايا والرشاوى إلى القسيسين وإلى الوزراء وإلى من يجلسون مع الملك. فحاولوا، لكن عدالة النجاشي رضي الله عنه كانت هنا حاضرة، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال كلمته أن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد كان يعلم ذلك بوحي من الله سبحانه وتعالى. فلما اشتكوا وأرادوا أن يأخذوهم ما سمع فقط من تلك الثلة التي جاءت من قريش، مع أنها جاءت من جهة رسمية ومن جهة لها اعتبار ومن قيادات وزعماء قريش، إلا أنه منح الطرف الآخر بأن يدافع عن نفسه، فقال ائتوني بهم هؤلاء. فلما أتوا سألهم ماذا تقولون وماذا ردكم وهكذا، فسمع منهم. فلما سمع من الطرفين أصدر حكمه حكما عادلا، فعلم أن هؤلاء القوم ما فعلوا شيئا يعني يستحقون فيه الظلم ويستحقون فيه أن يعادوا إلى ديارهم، وليسوا بمجرمين حتى يسلموا إلى من يضرهم ومن يحاول أن يؤذيهم أو يقتلهم أو يسجنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك عندما هاجر كانت قريش قد وصلت إلى المرحلة النهائية في العداء للنبي صلى الله عليه وسلم ولدعوته، كما قال سبحانه وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا وإذ يمكر بك الذين كفروا ليخرجوك أو يقتلوك أو ليثبتوك أو يخرجوك، ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. كانت ثلاث خيارات: إما طرد النبي صلى الله عليه وسلم، أو سجنه وشد وربطه. وهذا هو الحاصل دكتور بيان، مع الأسف هذا هو الحاصل مع كثير من العلماء والفضلاء اليوم. الدول الظالمة يعني تنزل هذا الخيار على جميع العلماء العاملين فعلا، إما التصفية والقتل، وإما الإثبات هو الحبس مع الأسف الشديد، ولا يرضون بالخروج، لأنه إذا خرج ويعني سيتقوى ويعود عليهم بأثر رجعي، فبالتالي هم يا يسجنونه يا يقتلونه مع الأسف. نعم، دعوات الحق دائما تبتلى بهذا الابتلاء. فنبينا إبراهيم عليه السلام يعني هذه الأمور قد جاءته وقد تعرض لها حتى ألقوه في النار ليتخلصوا منه، لكن الله سبحانه وتعالى حماه وجعلها بردا وسلاما على إبراهيم. وبعد ذلك هاجر إبراهيم عليه السلام. لذلك أولا هذه تعطينا أن الله سبحانه وتعالى يعطي للمجرمين وللكفرة، يعني هذا يعتبر إنذار ويعطيهم مجالا أوسع، وحتى لا يكون لهم حجة بعد ذلك. فماذا سيكون حجة قريش بعد ذلك، بعد أن آذوه في نفسه وأرادوا أن يخرجوه وأرادوا أن يثبتوه وأرادوا أن يقتلوه؟ فماذا يفعلون أكثر من ذلك؟ فإذا خروجه الآن لا يعد خروجا عليهم، بل النبي صلى الله عليه وسلم تحمل الأذى 13 سنة في مكة المكرمة وهو يدعو مع جميع الأذى الذي كان يلحق به، لكن عندما وصل الحد إلى هذا الفاصل أذن الله له بأن يهاجر. فإذا نحن كذلك هذا درس عظيم بالنسبة لنا، أن الإنسان الداعية عليه أن يتحمل في مكانه، وما دام الناس يحتاجون إليه وفي دعوته ينبغي أن يتحمل ما يستطيع أن يتحمل. لكن إذا وصلت المرحلة إلى مرحلة أنهم أرادوا أن يقتلوه وأرادوا أن
يمنعوه من الناس، لا يستطيع أن يوصل دعوته إما بالسجن أو بالطرد أو بالقتل، فبعد ذلك ينبغي أن يبحث له مكانا آخر. الإمام محمد بن عبد الوهاب نجده كذلك أنه هاجر من مكانه إلى مكان آخر حتى ينشر دعوته. كل الدعاة المصلحين الذين اتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم تعرضوا لهذا الأمر. طبعا بعض الناس أو بعض الذين كذلك يأخذون الدروس من هذه قالوا أنه أيضا الناس والإنسان لا يعرف قيمة ما عنده من الجواهر وما عنده من قيم الأشياء إلا الآخرون، يعرفون الآخرون. عندما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى استقبال الأنصار له، وانظر إلى موقف المشركين مع أنهم يعلمونه ويعلمون أمانته وتربى عندهم ويعلمون إخلاصه، كل هذه الأمور عموا عنها، لكن الأنصار كيف استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم بفرح وسرور وكأنه يعني جوهرة ما يمكن أن يحصلوا عليها، وقالوا له نفديك بأهلينا وأرواحنا وأموالنا. انظر هؤلاء كيف يفدونه، وهؤلاء أرسلوا إليه صعاليكتهم لكي يتخلصوا منه ويقتلوه في يوم واحد وفي ساعة واحدة بضربة واحدة حتى ينتشر دمه بين قبائل العرب، فلا يستطيع بنو هاشم مطالبة أحد فيقبلون بالمال ولا يستطيعون كذلك أن يأخذوا بثارهم. هذه هي المؤامرات التي أحيكت في النبي صلى الله عليه وسلم وجعلته يأمر صحابته من قبل بالهجرة إلى الحبشة، ثم كذلك دفعات من الهجرات سبقته كذلك إلى المدينة قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. كذلك كان مصعب بن عمير وكان غيره قد هاجروا إليها وسبقوه ليعلموا الناس وأيضا يأخذوا حظهم من الإسلام ومن التعليم المسلمين الموجودين في المدينة المنورة. بارك الله فيكم دكتور، بيان على هذا البيان الجميل، اسم على مسمى ولكل من اسمه جزاك نصيب. الله خير، شكرا الله ولك. حفظكم الله ورعاكم. مشاهدي الأكارم، فاصل سنعود إليكم. هناك مداخلة من شيخنا وحبيبنا أبو عبد الهادي. أحييك من هذا المنبر أبو عبد الهادي، جزاك الله خير على هذه الدخول الجميلة. حدثونا بارك الله فيكم عن أثر الهجرة على مسيرة الأمة عامة والدعوة الإسلامية خاصة. أبشر بعد الفاصل ونعود إليكم، أبقوا معنا. الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. أبدأ بسم الله الرحمن وبالرحيم دائم الإحسان، فالحمد لله القديم الأول والآخر الباقي بلا تحول. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، وكما قال الشاعر: الحي حي من حياة لسان. يعلم كما ورد في الأثر بأن الله عز وجل يعطي هذه الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ويعطي الآخرة لمن يحب. وقلنا أن حروف الإخفاء 15 حرفا مجموعة في قول الناظم: صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا
هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. عسراي حديث أبز تفقري صورين حلال تراي موسان أبو هريرة رضي الله عنه لأخنا الله كمزي إلوم يبل الله صبوق سلزخوني بزيكا صبوق كالا أيكبلنيو اتحيال قويتا كمزي إلو أو أنتم لأخات كابتي تفقري مقبي بلعو صبوق صراحك أسرحو كمون أو أنتم زأمنكم كابتي زهبناكم صبوق ششاي بلعو نلؤخاتو زأززوم نقراتنا آمنتون أزيزوهم إلو نجيرونا أخاتيلوم دما حاري بهايمانوتو قداي نحج نجهد نستفلالي هايمانوتاو قداي بموقع عز دخمة زتعابي جن زبولعو زستيو استخدنو كالئن كاب حرام زخوني نوويح زتوقعزي صغرو تواتاتينو بدورونا استبلاشوي إيدو ناب سماي زرقحو أو غويتاي زبله سبأي قداي نقرونا قصيلوم ازي سبأي زي زبولعو مقبي حرام زستيو حرام زلوبسو خدان حرام نفسو بحرام زهانصا كميلو صلوتو ويدعو تقبال النزركب بمبال نقرونا مسلم زمزقبو. يا معاشر المؤمنين التوجيه النبوي لكم أنتم أيها الشعوب المعنيون بهذا. فأين القلوب المؤمنة التي تطاطئ رأسها لله سبحانه وتعالى وتتسابق في أوامر الله من الحجاب والعفة والصلاة والصيام والزكاة؟ هذا الفتى خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا مخلصا مدافعا لهذا الدين. هذا هو ديننا وهذه هي رسالة سلام. تلعب دور كبير جدا في حفاظ وتوريث الهوية الإسلامية والوطنية بالتحديد أيضا لأبنائها. الهوية الإسلامية موجودة ولكن للأسف الهوية الإريترية أو الهوية الوطنية طمست. إنما أصبح الطلاق الآن تحت مظلة الزواج، أصبح هناك طلاق داخل بيت الزوجية. الطلاق النفسي والطلاق العاطفي هو الأكثر انتشارا في الواقع الحالي مع الأسف الشديد. إنه المتطوع نفسه ما يكون فاهم رسالة الجمعية أو العمل التطوعي اللي هو بيشتغل فيه. الأسرة الإريترية في الخارج كيف تحافظ على نجاحها وسعادتها في ظل الغرب مثلا؟ الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأكارم، عدنا والعود أحمد. كنا في حديث ماتع حول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مع الدكتور بيان. الآن ننتقل إلى الدكتور حسن سلمان فيما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين الله ثالثهما. هذه مقالة قالها النبي عليه الصلاة والسلام وهو في موقف الخوف وداخل الكهف، ومشركي قريش
بأسلحتهم وعتادهم يبحثون عنه صلى الله عليه وسلم، وقد اقتربوا في مقر الكهف. في هذه اللحظات ضعوا نفسكم مكان النبي عليه الصلاة والسلام. من الذي يستطيع أن يقول هذا كلام وهو بكامل الإيمان والثبات وحسن التوكل، حسن الظن بالله عز وجل في هذه اللحظات؟ والله إنها لا تعطى لمن هب ودب أبدا. في هذا المعنى نستمع إلى حديث ماتع مع الشيخ الدكتور حسن سلمان. بارك الله فيكم. حقيقة دعنا نربط بين ما ذكره فضيلة الشيخ عبد العزيز في قضية استعدادات النبي صلى الله عليه وسلم للخروج والذين عملوا معه في هذا الخروج. لاحظ بيت أبي بكر الصديق وجزء من بيت النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه، واشترك منهم من غير المسلمين أيضا من أهل الخبرة. فمن جانب جعل الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم يأخذ بالأسباب كما هي، لأن هذا هو النهج، سنة الله في عباده من أجل التمكين لا بد أن يأخذ بالأسباب. نعم. ولكن في نفس الوقت أيضا نتعلم من درس السيرة هذا، وخاصة ما بالك باثنين الله ثالثهما، نتعلم منه مسألة مهمة جدا، وأنت تأخذ بالأسباب وتتحرك وفق الأسباب. القلب لا يتعلق بالأسباب بقدر ما يتعلق بالله جل جلاله. هذا أهم درس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بالإمكان كما تفضلت يمكن أن يأخذه الله من مكة ويخط في المدينة وانتهى الموضوع. صحيح. وكان يمكن أيضا أن كما أخذه في قصة الإسراء والمعراج، كما أخذه في قصة، وكان يمكن أن يكون الأمر أسهل من ذلك بكثير، لكن أراد الله سبحانه لأنه ده منهج، والرسل في أفعالهم وأقوالهم يقتدي بهم الناس، فما كل الناس ستكون طريقتهم هي طريقة المعجزات. فجعل الله سبحانه وتعالى موضوع الهجرة باعتباره منهج سيتبعه فيه من جاء بعده إلى يوم القيامة، جعله يسلك الطرق العادية، فجعل يستعد ويخبئ ويخفي ويسلك الأسباب ويعمل بكل الطرق التي تموه الآخرين، ولكن في نفس الوقت يجعل قلبه متعلق بالله سبحانه وتعالى. فهنا نلاحظ أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهي طبعا الآية سبحان الله متوافقة مع الحديث. يعني الآية هو يقول إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا، وفي نفس الوقت يقول ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فأبو بكر الصديق هل هذا هو ما يسمونه بالمعية الخاصة شيخ حسن؟ نعم، هنا هذه المعية الخاصة، هذه هي المعية الخاصة. فهنا نلاحظ أبو بكر الصديق خائف، وصل الناس إلى المكان الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلمني حقيقة في يوم من الأيام أحد مشايخي قال لي يا حسن انظر إلى كيف أن الله جعل رسوله صلى الله عليه وسلم. لو نعلق قليلا على في الشاشة أمامنا الآن طريق هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. كنت لو تعملون زوم على مكة المكرمة، اعملوا زوم، كبروا الصورة باتجاه مكة المكرمة لو سمحتم. هل ممكن تكبر الصورة؟ أين؟ ارفع قليلا، انزل إلى باتجاه مكة المكرمة. نعم، كمان ارفع. هذه مكة المكرمة. نعم. مشاهدي الأكارم. نعم. والطريق الأحمر هذا الطريق المعهود لدى في زمن مكة المكرمة. نعم. يعني يسمونه الطريق المعهود المعروف. نعم. الطريق الآخر الأزرق هذا هو طريق هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ونلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام اتجه أولا من مكة المكرمة باتجاه جنوبا وذلك للتمويه. نعم. اتجه جنوبا. هذا تأكيدا لكلامكم الشيخ حسن. النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ التدابير. نعم. فأخذ طريق الجهة الجنوبية. نعم. ثم أخذ طريق الساحل لم يأخذ الطريق المعهود. نعم. ولما وصل قريب من أم السلم، معروفة الآن هي قريبة من بحرة. نعم. قريبة من مدينة بحرة، باتجاه الساحل محاذيا لمدينة جدة حتى وصل إلى عسفان الآن معروفة. نعم. وقريبة أيضا اتجه باتجاه رابغ. نعم. ثم سار النبي عليه الصلاة والسلام حتى وصل عند خيمة أم معبد على 150 متر تقريبا من مكة المكرمة منطقة بدين. وهو القصة التي يعني معروفة أنه قابل عليه الصلاة والسلام بأم معبد وهي عاتكة بنت خالد الخزاعية، معروف قصتها أنها طلعت. ثم سار النبي عليه الصلاة والسلام حتى وصل مناطق بني مدرج واتجه إلى الجحفة، ثم سار صلى الله عليه وسلم حتى بلغ منازل تسمى في عند جبل الورقان. فهذه منطقة تقول الروايات في السير وإن كانت ضعيفة أن التقى النبي عليه السلام برجلين يسمون بالمهانين، فدعاهما المهانان فحضرا فعرض عليهم الإسلام فأسلما. ثم دخل النبي عليه السلام على الصحيح باتجاه شمال المدينة المنورة،
وليس جنوبا. ثنية الوداع تكون غالبا في الجنوب حينما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، ولكن دخوله عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة كان باتجاه مسجد قباء. نعم. أحببنا أن يعيش المشاهد معنا ونحن نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبقوا هذه الصورة في الشاشة مشاهدينا الكرام. بارك الله فيك. تفضل يا شيخ. جزاك الله خير. فقلت أنا أن أحد مشايخنا جزاه الله خير كان يقول انظر إلى كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يربيه الله تبارك وتعالى من فوق 7 سماوات بأنك أخذت بالأسباب وفعلت ما فعلت وها هم يصلون إليك وأنا الحافظ. الله. يعني أنت ما فعلت كل هذا صحيح عملته، ولكن مع كل هذا لو لم تكن معك المعية وحراسة الله، والصحيح أنه لم يكن هنالك شيء مادي بقدر ما هو كان شيء يعني إلهي سماوي، يعني لا في عنكبوت ولا في حمى، هذا كل ما يقال ليس صحيح، ولكن مع وصولهم أعماهم الله سبحانه وتعالى ولم يروا لا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الدخول ولا شيء بقدر ما أن الله سبحانه وتعالى حرسه. فهنا نلاحظ كما حدث حينما خرج من بيته عليه الصلاة والسلام. نعم. فهنا نلاحظ حماية الإنسان، ولذلك السلف رضوان الله عليهم كانوا يقولون القلب لله واليد للإعداد، يعني وأنت تجهز وتعيد. طيب حسن، نقطة مهمة. نعم. هل هذه الحماية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أم هي عامة لكل من هاجر في سبيل الله؟ هنا على كل من عمل لدين الله بلاغا ودعوة وجهادا تناله من المعية بقدر ما يفعل. فالله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فقيل في هذه الآية البلاغ العصمة والحماية والمعية على قدر البلاغ والمجاهدة والسير على هذا الدرب. فكل إنسان إذن هي ليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، هي عامة لكل مؤمن مهاجر في سبيل الله. نعم. يدافع عن دين الله فقد نعم. تكفل الله عز وجل بحفظه. نعم. ولذلك الشاطبي عليه رحمة الله يقول كل أمر جعله الله لرسوله فلأمته منه نصيب، فجعل الله لرسوله المعجزات وجعل لأمته الكرامات وهكذا، يعني سار الشاطبي على هذا النهج. فكل شيء أعطيه رسول الله لنا منه إيه؟ لنا منه نصيب. أيضا في قوله تبارك وتعالى نشرح لك صدرك. نعم. ورفعنا لك ذكرك وضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك. هذه الآية أيضا تشمل لكل مؤمن رفع ذكر الله عز وجل ورفع ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا كلام كبير جدا يا شيخ حسن، ومشجع لكل عالم وداعية وكل من يعني وفقه الله عز وجل واختاره لتبليغ دينه، مشجع جدا كلما استشعر أن الله سبحانه وتعالى معه. وهو يذكرنا أيضا بقصة موسى وهارون، كلا إن معي ربي سيهدين. أيضا إنني معكما أسمع وأرى. نعم. هذه المعية الخاصة أيضا. نعم. هي المعية الخاصة. إنني معكما نعم. أسمع وأرى. نعم. يا سلام. نعم. لا تخافا. يعني حدثني أحد المشايخ قلت له كيف استطعت أن تخرج من بلد ما لا يوجد الأسماء وهم يطالبونك بكذا وكذا وكنت آمر بالنهي عن المنكر؟ قال والله كنت أردد قوله تعالى ربي نجني من الظالمين، رجي نجني من الظلم. ما توقفت عنها أبدا من حين أن خرجت من بيتي وحتى وصلت البلد الذي أعنيه، وأنا أقولها في المطار وأقولها حتى وصلت عند شاشة المطار وأنا أقول ربي نجني من القوم. تعجبت من تعلق هذا الشيخ العالم بالله عز وجل وتكراره، في حين الإنسان يستغرب كيف ستنجو أنت أصلا، يعني جوازك واسمك موجود أمامه، ولكن الله عز وجل يفعل ما يشاء. فنجا هذا العالم الشيخ وقال لي أن الله عز وجل شغل ذاك الضابط الذي كان على الشاشة فشغل باتصال هاتفي فخرجت شاشة أخرى فنجوت وختم لي دون أن يشعر. وهكذا ينجي الله عز وجل وكذلك ننجي المؤمنين. دكتور حسن، حقيقة يعني ما سمعنا من قول النبي عليه الصلاة والسلام ما ظنك باثنين الله ثالثهما. كيف يحصل الإنسان على هذا الإيمان الكبير؟ على كل أولا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قمة اليقين وقمة الإيمان وقمة الولاء لله تبارك وتعالى وقمة الشكر. فبالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم الأمر قد يكون نراه أمرا طبيعيا، يعني هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيرته كلها ما تعلق قلبه منذ اللحظة الأولى إلى اللحظة الأخيرة إلا بالله سبحانه وتعالى. وكلما كان الإنسان سالكا لدرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن له من المكاسب من حيث الأعمال
يعني ينال نفس المكاسب والمقامات التي نالها من سبقه، وينال كذلك ما يعرف بالأشياء الكسبية والأشياء المواهبية اللي هي الحالات. فمثلا نزول السكينة هي حال من الأحوال كما يقول ابن القيم، يعني ليست قضية كسبية ولكنها قضية مواهبية، بمعنى أن الله يهب السكينة من قام بالمقامات. من قام بمقام من المقامات ينزل الله تبارك وتعالى عليه سكينته. فهذه السكينة ليست خاصة بطبيعة الحال بالنبي صلى الله عليه وسلم، السكينة خاصة بكل من تعلق قلبه بالله تبارك وتعالى، فينزل الله عليه السكينة، ينزل عليه الأمان. طيب فعلى كلنا الخلاصة بقدر ما يقترب الإنسان من الله تبارك وتعالى تعلقا به، دعاء لله تبارك وتعالى، سجودا لله عز وجل، لهجا بذكره، فإنه ينال إن شاء الله هذه المقامات وهذه المعية الخاصة. طيب موقف أبو بكر رضي الله تعالى عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر أهل السير بأن الله سبحانه وتعالى اختار لنبيه أبا بكر، وأبو بكر كان يسير مع النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة تارة في الأمام وتارة في الخلف وتارة في جهة الميمنة وأخرى في الميسرة. فإذا سأله النبي عليه السلام ما لك أبا بكر يقول يا رسول الله أتذكر الرصد فأكون أمامك، ثم أتذكر أيضا الملاحقة فأكون من خلفك، وتارة من يمينك وتارة عن يسارك، نحري دون نحرك يا رسول الله. هذا الموقف العظيم، في حين أيضا نرى أن علي بن أبي طالب يفدي نفسه وينام على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر شيخنا الشيخ عبد العزيز عطا، والموقف هذا الموقف البطولي واحتمال أنه يتوفى. ما الرابط بين هذين الرجلين العظيمين؟ بارك الله فيك. حقيقة لو أن المسلمين في واقعنا المعاصر ومنذ التاريخ بداية الإسلام انطلقوا من هذه الجزئية لما عشنا بين سنة وشيعة، ما كنا بين سنة وشيعة. انظر إلى هذا الترابط العظيم، انظر إلى شخصية أبي بكر يتحدث عنها القرآن، تتحدث عنها السيرة، يتحدث عنها هكذا، ما بالك باثنين الله ثالثهما. هل يمكن أن يخطر ببال إنسان لولا أن الإنسان أحيانا تطمس بصيرته، يمكن لأبي بكر بعد ذلك أن تظن به سوءا، تظن به يخون الإسلام، يخون المسلمين، أنه يتواطى على آل البيت، أنه يتآمر على علي رضي الله. هذه الإشكالية الكبرى للأسف الشديد التي هي نعاني منها، هذا الانقسام السني الشيعي، هؤلاء شيعة علي وهؤلاء يراد لهم أن يكونوا شيعة أبي بكر. هذا الانقسام ما كان ليكون لو أننا فعلا انطلقنا من الهجرة التي فيها أبو بكر هو بهذه الصورة، هو وأسرته وبناته كلهم سخروا أنفسهم وسخروا أموالهم وسخروا حياتهم كلها حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم سالما ويبلغ دعوة الله. وهذا علي رضي الله عنه الشاب الذي هو في مقتبل العمر يكون يبيت في سرير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلا الرجلين الرابط بينهما أنهما استحقا محبة الله سبحانه وتعالى بكاملها. ويمكن أن نقول بأن الإسلام عندما تجمع ما بين هذين الرجلين تكون قد وفيته فعلا حقه، ولكن عندما تريد أن تجعله عضين أو تجعله مقسما بين علي وبين أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هنا تأتي والعياذ بالله هذه عملية الانقسام، وهي الإشكالية الكبرى التي تقع فيها دائما الأديان المحرفة، وهو أنهم يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعضهم الآخر، ونحن نقول آمنا بهم جميعا. فنحن بالنسبة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ننظر إليهم بهذه الزاوية، ننظر إلى أبو بكر بهذه القامة العظيمة الحريصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسميه الله صاحبه. هذه قضية قرآنية طبعا، يعني قضية قرآنية، يعني إذ يقول لصاحبه فأثبت له الصحبة، والصحبة هنا طبعا ستظل مستمرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى النهاية، فهو خليفته كما قالوا، وهو أيضا في العمر بعده، يعني في كل القضايا تلاحظ سبحان الله أن هذا المسمى مسمى الصحبة ومبشر بالجنة. نعم، وهكذا. فعلى كل هذه الحالة لو انطلقنا منها لما كنا اليوم كما قلت سنة وشيعة، ولما جعلنا بعض الناس يتعصبون لعلي وبعضهم الآخر مثلا يريد أن أو يوصف بأنهم يريدوا أن يكونون أتباع أبو بكر، بينما نحن أمرنا أن نقول بأن نترضى عن كل هؤلاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن باعتبارهم أهل سبق وأهل إيمان، فنقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فحقيقة هذا الصرح العظيم بني من خلال هؤلاء الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه وقضوا نحبهم على هذا الطريق. أثر الهجرة النبوية في 30 ثانية على الأمة الإسلامية والدعوة الإسلامية دكتور حسن.
باختصار شديد أثر الهجرة النبوية هو أنها نقلت الأمة من لحظة الاستضعاف إلى لحظة التمكين. كانت بداية التمكين، ومعها كان استلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيادة الأمة في المدينة المنورة. منها كانت قضية الجهاد، منها كانت قضية المعارك، قضية الغزوات، إلى أن عدنا إلى مكة فاتحين. فبدلا من أن كان خارج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتخفى، إذا به يدخل إلى مكة المكرمة بعد 10 سنوات ومعه 10,000 مقاتل. وكان الله من قبل في سورة القصص وعده بأنه سيعود إلى مكة مرة أخرى. أثر الهجرة النبوية شيخ عبد العزيز على الشعب الإريتري المسلم. أثرها أثر كبير، هي لأنهم من جملة المسلمين الذين يستفيدون من هذه الآثار. من أوائلها عليها كما ذكر الدكتور أمورا كثيرة، منها أن الناس وجدت ما تأوي إليه. يعني كانت قديما تخاف أن تسلم وتأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش فيؤذون، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا ما يأوون إليه. وهكذا بدأ الإسلام ينتشر. هذه المرحلة الأولى من الانتشار الأكبر. طبعا الانتشار الأكبر كان بعد الفتح، إذا جاء نصر الله والفتح، وهذا كان أوله. بدأ الناس يأوون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يهاجرون من مختلف البلدان يأتون إليه يؤونه. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل لأهل الصفة مكانا، وهم فقراء الصحابة الذين هاجروا من مختلف البلدان، فيؤويهم النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده ويطعمهم ويسقيهم كما هو يطعم ويسقى عليه الصلاة والسلام. دكتور بيان، نختم بك حفظك الله ورعاك. ما هي الدروس والعبر المستفادة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باختصار شديد؟ معك دقيقة. الدروس والعبر وحدها تحتاج إلى حلقة خاصة، لأنه دقيقة واحدة لا تكفي، لكن هي دروس كثيرة. منها أنه الدعوات تحتاج إلى الانتقال، أما أن تبقى في مكانها ولا تتحرك ولا يكون له ديناميكية فإنها ستعجز وستبقى أسيرة المكان. فلا بد لها أن تبحث عن مخارج وعن أماكن تنتشر فيها وتذيع وتبث دعوتها فلا يضيق. وأرض الله سبحانه وتعالى جعل الأرض واسعة لنهاجر إليها، فنبحث فيها عن رزقنا وعن ما ننشر فيه دعوتنا. هذا درس عظيم. كذلك من دروس هجرة النبي صلى الله عليه وسلم التخطيط للعمل الدعوي. فلا بد لنا أن نخطط لعملنا الدعوي. إذا أردنا أن نعمل عملا دعويا فيحتاج منا أن نخطط له قبل أن ننفذه. أيضا من الدروس التي نأخذها هنا الفداء. لا بد أن يكون الإنسان جنديا وفاديا لدينه. هذا أول درس وأعظم درس ممكن أن نأخذه. كما ذكرتم وكما ذكر المشايخ عندك، هؤلاء المجموعة التي رصدها النبي صلى الله عليه وسلم واختارهم ليعرفوا الهجرة كلهم كانوا فدائيين. يعني لو علمت دور كل واحد منهم قريش أيضا أعدمته ولما تركته، يعني لأنه كان له نصيب في حماية النبي صلى الله عليه وسلم وفي إخراج النبي صلى الله عليه وسلم من مكانه. أيضا نستفيد أو الدروس والعبر هنا الطاعة. أبو بكر رضي الله عنه عندما كان يريد أن يهاجر قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له انتظر حتى جاءه يوم الهجرة، أو عندما جاءه إلى منزله وقال له أنه أذن له بالهجرة، فكان طائعا وجنديا للنبي صلى الله عليه وسلم في كل لحظة. فهو قال سمعا وطاعة يا رسول الله، الصحبة يا رسول الله، نعم. فصحب النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان هاجر لوحده قد لا تكون البحث عنه كالبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم فيها نعم شرف، ولكن أيضا فيها مخاطرة. وانظروا كما ذكرت يا فضيلة الشيخ برهان أنه كان يلتفت يذهب أماما والخلف يمين ويسار. هذا كله ليس خوفا على نفسه. عندما ذكر ذلك أبو بكر بنفسه قال كان يخشى على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أنا فرد وشخص، يعني أنا مت لن يضيع شيء، أما موتك يا رسول الله ووقوع الأذى فيك
فإن ذلك هو يعني موت للدعوة وموت لرسالة الإسلام. هكذا كان ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هناك دروس عظيمة في هذه الحادثة، حادثة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلكم تجعلون لها حلقة خاصة للدروس والعبر منها. جزاكم الله خيرا. شكرا للدكتور بيان صالح بيان، وللدكتور حسن سلمان، ولشيخي وأستاذي وحبيبي وصديق عمري عبد العزيز عطا. مشاهدي الأكارم، والشكر موصول لكم أيضا. نحن حقيقة تحدثنا عن الهجرة، لكن لم نتحدث عن استقبال الصحابة لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، وكيف أن الناقة كانت مأمورة وهي تسير، والصحابة كل منهم يريد أن ينال شرف استقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر كان عظيم. والله هذه الحلقة ولا حلقات كثيرة لا تستطيع أن توفي بحق هذه الهجرة العظيمة التي نقلتنا من الضلالة إلى الهداية، ومن الظلم إلى النور، ونقلتنا من الضعف والهوان إلى التمكين. ولولا حكمة الله تبارك وتعالى لحكمت الأمة الإسلامية كل بقاع الأرض. وسوف يأتي هذا الزمن بلا شك، وأن بقاء هذه الهجرة النبوية إلى يومنا هذا لدليل صادق على أن هذا نبي كريم صلى الله عليه وسلم، وجب الإيمان به، وجب طاعته وحماية دينه، وأنه عليه الصلاة والسلام احترامه وتقديره والإيمان به ميتا كالإيمان به حيا صلى الله عليه وآله وسلم. مشاهدي الأكارم، الحديث ماتع. أجد نفسي أني مضطر أن أنهي هذه الحلقة، سائلا الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم بنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، ليس لأن أعمالنا كثيرة، إنما لأننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرء مع من أحب، كما نطق بذلك هو صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله تعالى أن يتجدد لقاء وأنتم على خير. انتظروني في الحلقة القادمة في موضوع شيق بعنوان التوحيد يشتكي، مع بعض الفضلاء والمشايخ. أسأل الله تعالى أن ينفع بهذا البرنامج وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب.